السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنتكلم عن مباراه الاهلي وبيراميدز المرتقبه بكره يوم الجمعه على استاد القاهره. المباراه ديت مؤجله من الدور الاول، دي اول مباراه هيتقابل فيها الفريقين في الدوري المصري السنه دي، والفريقين بينافسوا على البطوله. بيراميدز 14 فوز متتالي والاهلي 12 فوز متتالي، فالمباراه هتبقى قويه جدا وتعتبر دي مباراه قمه الدوري المصري السنه دي. المباراه دي ولسه المباراه اللي جايه هم اللي هيحددوا بالظبط مين هيكون بطل الدوري السنه دي، هل الاهلي ولا بيراميدز؟ هنشوف. لكن عموما يعني نتمنى ان احنا نشوف مباراه بجد تليق بالدوري المصري، ومباراه تكون قويه من الفريقين ويكون في نديه وفي اهداف وفي متعه، مع ان بصراحه المتعه اتقتلت بعد اللي حصل لاحمد رفعت واللي بيحصل عموما في الدوري المصري. لكن احنا بنتشبث زي ما بيقولوا في قشايه، يعني نفسنا اي حاجه بس تاخدنا من عنق الزجاجه ده وتطلعنا منه، وان احنا فعلا نشوف رياضه ونشوف كوره حلوه في مصر. لكن عموما نرجع للمباراه، وهو ده الامر الواقع، فنتعامل معاه. المباراه اتمنى انها تكون من ناحيه كولر ما يحتاجش ان هو يالف كتير، يدخل على المباراه بقوه ويعمل تشكيل محترم، يكون فعلا من البدايه تشكيل متميز. عندنا من حراسه المرمى هيبقى في خلاف ما بين الشناوي وما بين مصطفى شوبير. في ناس كتيره على السوشيال ميديا وناس كتيره من الجماهير بتتكلم في ان مصطفى شوبير يكمل ويلعب المباراه اللي جايه قصاد بيراميدز، وانا كمان معاهم في الراي ده، بس اللي اتوقعه ان كولر هيلعب بمحمد الشناوي في حراسه المرمى. اتمنى من كولر كمان يلعب في الدفاع بمحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، بلاش رامي ربيعه، مع ان رامي رجوله وكل حاجه، بس يكون يعني موجود في الاحتياط لو احتاجناه بعد كده، يقدر ان هو يفيد زمايله اثناء المباراه. اتمنى يلعب في اليمين، ما يبداش بمحمد هاني ويبدا بعمر كمال عبد الواحد، وعلى الطرف الشمال كريم فؤاد اللي خلاص بقينا نشوف في الطرف الشمال، وفي الوسط 3 اكرم ومروان وامام عاشور. انا افضل ان احنا نلعب قصاد بيراميدز 2-6 وامام عاشور 8، يعني نلعب 2-6-1-8، ده يكون افضل في نص الملعب، لان هم بصراحه فريق قوي جدا لازم ما نستهينش بيه، وفريق كورته حلوه وبيعرف يمسك كوره، فانت لازم يكون نص الملعب عندك مؤمن تماما. واتمنى في خط الهجوم يبدا من البدايه باحمد عبد القادر في الشمال وحسين الشحات في اليمين، ويلعب بالمهاجم صريح وسام ابو علي. بس ده التشكيل اللي اتمنى ان كولر ما يالفش فيه. وبعد كده اتمنى ان شاء الله رب العالمين يكون على دكه الاحتياط رضا سليم وكهربا، اللي المفروض ان شاء الله بكره باذن الله رب العالمين نشوف في الملعب. واتمنى ان انا اشوف بيرسي تاو كمان على الدكه، وطبعا عمرو السوليه في نص الملعب ممكن نحتاجه، وكمان رامي ربيعه وباقي الفريق ومحمد هاني، وكل الناس دي تكون جاهزه باذن الله رب العالمين علشان نقدر نعدي مباراه بيراميدز وتكسب فيها. ودي هتكون ان انت بتاخد جزء من الافضليه ان انت تاخد الدوري بيها السنه دي باذن الله رب العالمين، لان انت لسه لك مباراه كمان معاه لسه في الدور الثاني، وكمان في مباريات مؤجله، فلازم تفضل ماشي على نفس النسق، ولازم ان انت تفضل محافظ على الفوز المتتالي طول الوقت لحد اخر الدوري. انا بقى عندي رساله بعيدا عن الفنيات خالص، وبعيدا عن الاهلي وبيراميدز ومين يكسب ومين يخسر. رسالتي لجمهور الاهلي اللي هيحضر بكره في المدرجات، عايزين نطلع بصوره مختلفه عن كل مره، عايزين نبين للناس وتبينوا حتى للجمهور اللي مش موجود في الاستاد ان اللي حصل خلال الايام اللي فاتت ديت في موضوع ازمه احمد رفعت فعلا غير جوانا حاجات كتير. عايزين نشجع فرقتنا ونحمسهم ونشجع باستماتة، وما نبطلش تشجيع طول الوقت، بس نكون مع فرقتنا بس. اتمنى ان محدش يغلط في رمضان صبحي ولا في الشيبي، ولا يحصل اي مشكله ما بين الفريقين، ولا حتى مع اللعيبه في ارض الملعب. اتمنى اشوف فعلا كوره بجد وروح رياضيه داخل الملعب وخارج الملعب في المدرجات، علشان دي تتنقل للملايين اللي بتتفرج على المباراه واللي موجوده في الشوارع. بس اتمنى تكون ان دي البدايه، وان شاء الله نبني عليها الايام اللي جايه باذن الله رب العالمين. وما تنسوش احمد رفعت من دعواتكم، يا رب يرحمه ويغفر له ويجعل مأواه الجنه ويصبر اهله يا رب على فراقه. لحد هنا وصلنا لاخر الفيديو. اللي وصل معانا لحد هنا في الفيديو يا ريت لو مش مشترك في القناه ينزل يشترك في القناه، ويا ريت كلكم تعملوا لايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. شكرا ليكم، نشوفكم في فيديوهات تانية، سلام.